الآن ننتقل ونربط البث مباشرة مع موفد تلفزيون النهار إلى مقر وزارة السياحة أحمد قارة. أهلا بك قارة. اهلا بك زهور، واهلا هل من بكل تفاصيل مشاهدي أو ومتابعي فتفضل؟ قناه النهار. زهور، نعم زهور، كما أوردت سالفا فإن رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة أنهى مهام مسعود بن عقون رسميا من على رأس وزارة السياحة على وزارة السياحة والصناعات التقليدية بعد يومين فقط من تنصيبه. إنهاء المهام زهور جاء بعد الملف القضائي حسب مصادر النهار الذي تم رفعه لرئيس الجمهورية، والذي كان يحمل 4 إدانات في حق ذاكر السالف ذكرهم مسعود بن عقون، منها إحداهما في هذه الإدانات يحمل 6 سنوات سجن. وأذكر فقط ظهور أن أي شخص يتم تقديمه لتقديم اسمه لتعيينه في الحكومة أو في منصب سامي في الدولة يتم تقديم ملف قضائه إلى المصالح القضائية للدراسة والنظر فيه قبل تعيينه. وما قام به رئيس الجمهورية جاء بعد الملف الأمني الذي تم رفعه مباشرة لمصالح رئاسة الجمهورية. نعم، شكرا لك أحمد قارة على كل هذه التفاصيل.